هنعمل النهاردة الديكور القمر ده باستخدام اي كرتونة متوفرة عندنا في البيت، كمان بيتفتح كده، ممكن نحط جواه اي حاجة. هنحتاج كرتونتين مقاسهم 21 في 29. الفكرة دي بنستخدم لها كرتون عادي زي اللي انا مستخدماه كده، اللي هو زي كراتين الشيبسي والحاجات دي. كمان هنحتاج قطعة واحدة مقاسها 5 في 29. نستخدم بقى دبل فيس كده ونغطي كل الكرتون بيه، كل اطراف الكرتون يعني. كده الكرتون بتاعي بقى جاهز. دي الورقة اللي هغلف بيها، مقاسها 36 في 54. بحط المسطرة بالشكل ده كده عشان لما اجي الزق الكرتون ورا بعض يبقى كله على مستوى واحد، مفيش حاجة طالعة وحاجة نازلة. قبل ما الزق اول كرتونة كده لازم اسيب في الاول حوالي 2 سنتي كده، وبعدين الزق الكرتونة. بعد كده هنلزق الكرتونة الصغيرة دي، وقبل ما نلزقها هنجيب كرتونة كده نحطها بين الكرتونة الاولى والكرتونة التانية عشان نسيب مسافة ما بينهم، ميبقوش لازقين في بعض. وممكن تعملوا الخطوة دي بالنظر، مش لازم تستخدموا كرتونة ولا حاجة. بعد كده هلزق اخر كرتونة، وبرضو هحط الكرتونة دي فاصل ما بين الكرتونة دي والكرتونة اللي هلزقها. بعد كده هنقص الزوايا بالشكل ده كده، الاربع زوايا هيتقصوا كده. نسيت اقول لكم ان ده ورق كانسون، تقدروا تلاقوه في اي مكتبة. بعد كده هستخدم دبل فيس وهحطه على كل اطراف الورق، والافضل نميكس ما بين الدبل فيس والغيره. يعني احنا حاطين دبل فيس في الاطراف كده، ممكن بقى في الجزء الفاضي ده نحط غيره بسيط عشان يعني الدبل فيس ما يعتمدش عليه بصراحه. وعشان ورق الكانسون ده ورق سميك ومش بيتني بسهوله، فانا هستخدم المبرد ده وهمشي بيه جنب حرف الكرتونه بالظبط عشان اقدر اتني الورق بسهوله. الخطوه دي هتسهل عليكم كتير. هتني الورق الاسود ده كله بقى لجوه كده والزقه كويس. كده بقى جاهز. نبدأ بقى نحط دبل فيس على نهاية وبداية كل حرف كرتون، وسواء في الخطوة دي او في الخطوات الجاية يفضل تستخدموا دبل فيس وغيرة مع بعض، عشان الدبل فيس هيمسك وهيثبت تثبيت مؤقت لحد ما الغيرة ينشف. لان انا ما عملتش كده وحقيقي كان كل شوية بيفك من بعض. قصيت ورقة مقاسها 47.5 في 28.5 عشان اغلف بيها الجزء اللي من جوه ده. وبظهر المقص كده وبالراحة جدا عشان الورق ما يتقطعش منكم. هنبدأ نضغط على الأجزاء دي كده، وكمان بضغط على كل الأطراف عشان أتأكد إن الورقة لزقت كويس كده، كله تمام. بعد كده هنحدد نص سنتي في الطرف ده كده. بعدين هشد خط من أول القطعة اللي في النص دي لحد بره كده، يعني الجزء التاني ده ملناش دعوة بيه. كمان قصيت الكرتونتين دول وغلفتهم كده من ناحية واحدة بالورق الاسود. هبدأ بقى احط عليهم شمع كده عشان اثبتهم في الجوانب. ولو عاوزين تستخدموا الغيرة وهتفضلوا مثبتين ايديكوا شوية على ما الغيرة ينشف طبعا مفيش مشكلة. ببدأ اثبت الكرتونة بعد النص سنتي اللي انا اخدته ده من الاطراف، والناحية التانية كمان نفس الكلام. بعد ما بثبتهم بقيس المسافة اللي بينهم وبين بعض، والمسافة دي ممكن تختلف من عندي لعندكم على حسب اختلاف سماكة الكرتون اللي بنستخدمه، فالافضل تقيسوها بنفسكم. قصيت كرتونة بالمقاس اللي طلع معايا، انا كتبت لكم المقاس كمان. حطيت عليها شمع كده وبعدين هثبتها بين الكرتونتين وبس كده. فاضل تغليف الجزء ده من بره. نفتح الغطا ده كده باي حاجة عشان يسهل علينا. نجيب ورقة كده وانا هغلفهم كده على 3 اجزاء. ممكن تغلفوهم مرة واحدة بورقة واحدة يعني طويلة، بس دي هتظبط معاكم اكتر. طبعا حطيت عليها دبل فيس، بس ما تنسوش تزودوا الغيرة، هيفرق معاكم بجد. بغلفها بالشكل ده كده وبخلي فيه زيادة في الجنبين كده لجوه. بعد كده بضم الزاوية دي وبقصها كده، وهتخلص من الجزء ده خالص. الناحية التانية كمان بنفس الطريقة. بعد كده نتني الحرف ده كده لجوه. الفينش حلو جدا ونضيف. نقص ورقة بقى للجناب كده تبقى على قد الجنب بالظبط، بس تبقى طويلة شوية، يعني هنزود في الطول كده حوالي 2.5 3 سنتي. هقص برضو الأطراف كده بزاوية عشان أقدر أتني الحرف لجوه. وبنفس الطريقة هغلف الجنب الأخير ده لحد كده. بقى هو بوكس عادي جدا، فممكن تستخدموه كبوكس هدايا، يعني تستغلوا الطريقة دي وتعملوها بوكس لو انتوا مش محتاجين تعملوا الفكرة بتاعت النهاردة. خلونا بقى نكمل. انا طبعت الورقة دي فيها الكتابين اللي انا عملتهم. هبدأ افرغ الحروف من الورقة.
بعد كده ممكن نستخدم الغرة او الصمغ ونرص بقى الحروف كده على الكتاب. كمان ممكن توفروا على نفسكم فكرة ان هو يبقى بوكس وبيتفتح ومتغلف من جوه والكلام ده، وتعملوا الخطوات كاملة. لكن في خطوة التغليف من الداخل، الورقة الكبيرة اللي غلفنا بيها من جوه دي ما تعملوهاش، بس في النهاية نلزق الكرتونة اللي من فوق دي في الكراتين اللي احنا وقفناها بالجنب كده، بحيث ان هو ما يتفتحش اصلا. وده الشكل النهائي. قولولي رأيكم في الفكرة. عملت كمان منه حجم اصغر، هكتب لكم مقاساته كلها في كومنت عشان تشوفوه. المقاسين حلوين قوي مع بعض وبيتفتح برضو زي التاني. وبس كده، ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس.